حكايتنا النهاردة خلينا نسميها بالكارثة. حصلت فعلا، ومش من وحي خيال المؤلفين، وكمان مش مقتبسة من أفلام. للأسف حصلت في مصر، بالتحديد في منطقة المرج. وصاحب الليلة دي كلها هو خميس، اللي تملكه الشيطان وسيطر على حياته. خميس ساكن في منطقة المرج، كان شغال جزار، وكان معروف بين الناس بعنفه، إنه كان غشيم وشديد في تعامله مع الناس. ومش كده وبس، ده كمان كان بيغش الناس في اللحمة اللي كان بيبيعها، عشان كان دايما بيخلط اللحمة البلدي مع اللحمة المستوردة عشان يحقق مكاسب أكتر. خميس كان عنده 40 سنة، وفي مرة شاف بنت حلوة وعجبته واتجوزها، وعاشوا حياتهم مع بعض بحلوها ومرها، لحد ما جه اليوم اللي عرف فيه إن مراته واللي كان اسمها حسنة بتخلفش. ساعتها غضب جدا، واتقلبت حياتهم 180 درجة، واتغيرت حياتهم تماما. وكانوا كل يوم بيتخانقوا مع بعض، وقال لها أنا هتجوز عليك واحدة تانية تخلف لي الولاد. وهي اتعصبت من كلامه ليها، وهددته إنها هتروح للمحكمة وترفع عليه قضية، وتاخد مستحقاتها المالية اللي وصلت ل100,000 جنيه. أصلا أنا ما قلتلكمش، ما هو بعد ما اتجوزها مضى على وصل أمانة بدل القايمة. ولأنه جزار ومش بيتعامل إلا بالسكاكين، رفض يدفع المبلغ، وقام ضربها بعنف لحد ما كسر لها ايديها. وبعدها جريت منه وراحت لاخواتها عشان تستنجد بيهم وعشان يحموها منه. وراحوا مسكوا خميس ونزلوه في الشارع وضربوه ضرب شديد وأهانوه قدام جيرانه. وعدت الشهور وهم لسه بيشدوا وبيتخانقوا مع بعض وبيتشكلوا دايما. وفي يوم صدر حكم قضائي لصالح مراته، وغرموه المبلغ اللي مضى عليه. وخميس شاف إن مفيش حل غير الدفع. في اللحظة دي قرر إنه ينتقم لنفسه، واستغل إنها لسه على ذمته، وإنه مش هيطلقها غير لما تقطع وصل الأمانة. وكان دايما بيحاول يقرب لها ويدخل ناس عشان تصلح ما بينهم. وفعلا حيلته نفعت، ومراته صدقته ورجعت لبيتها، وكان بيعاملها معاملة كويسة جدا الفترة دي، لحد ما الناس كلها نسيت انه كان كاتم غيظه واجرامه جواه، وانه في يوم من الايام هيطلعوا عليها. ونيجي للمهم، خميس استغل يوم كان الهدوء مسيطر على العمارة كلها واللي كان ساكن فيها، واللي بالمناسبة كانت ملكه. واستغل فرصة ان عدد كبير من السكان اللي موجودين معاه في نفس العمارة ما كانوش موجودين وقتها، لأن الفترة دي كانت أيام عيد الأضحى. وبدل ما يتقرب لربنا بخروف أو بقرة، قرر يضحي بمراته نفسها وذبحها في حمام البيت. ويا ريته اكتفى بكده، ده قرر يتخلص من جثتها مش في المدافن أو حتى في مقلب الزبالة، لأ، ده سلخها وقطعها وعرض لحمها للبيع في محل الجزارة بتاعه على أساس إنها لحم خروف. والله أنا ما مصدق، هو إزاي جاله الجرأة إنه يعمل كده في مراته أو عامة في أي إنسان؟ وده اللي حصل، وعرض لحمها للبيع، وكان سعرها 40 جنيه للكيلو، ودي كانت تسعيرة اللحمة وقتها. وقال للزباين إنها لحم خروف بلدي، والناس كانت بتشتري منه، ومحدش كان عارف الحقيقة، لحد ما جاله زبون وكان خبير في اللحمة شوية وشك في نوع اللحمة دي. والراجل حاول يأكد للناس إنها مش لحم خروف عشان كانت الدسم فيها قليل. والجزار شد معاه لحد ما الكلام وصل للشرطة، اللي جات وقبضت على خميس وشمعت المحل. وكمان خدوا عينة من اللحمة اللي كان معلقها عشان يحللوها، وكانوا شاكين إنها لحمة ميتة أو لحمة الحيوان ممنوع ذبحه زي الحمر مثلا، لكن الطب الشرعي أكد إنها لحم بشري. وساعتها الشرطة قررت تفتش بيته، ولقوا في تلاجة بيته رجلين مراته
وكف ايديها الاتنين وحرزوا الحاجات اللي لقيوها. ودي كانت قصة النهاردة، وانا مش عارف اقول لك ايه، لكن الموضوع وحش لدرجة ما تتخيلهاش. ولو كان عندك قصة نتكلم عنها الحلقة اللي جاية اكتبها لي في التعليقات، وما تنساش تنشر الحلقة دي مع اصحابك عشان غيرك يشوفها.